وجدت ضربا بليل البعد يجمعنا، ما كنت أقطع آمالي بلقياك. هلا نظرت لبدر بت أنظره، كي تلتقي عنده عيني وعيناك. علمتني وجعلت القلب مزرعة، فداك قلبي إن القلب مرعاك. قررت يا صاح أن أنساك مبتعدا، فاصبر على البعد واستحمل خطاياك. نعم سأنساك لكن بعد معجزة، إذا نسيت فؤادي سوف أنساك. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ انا عايزك تتخيل معايا يا صديقي انك بتنتقل لعالم تاني صورة طبق الاصل من العالم بتاعك، بس بتكتشف هناك ان التاريخ اتغير ومحدش بيكون عارفك، وبتضطر تواجه الشياطين والوحوش وتهزمهم عشان ترجع للعالم بتاعك. تخيلت معايا؟ طب يلا بينا نبدأ الحكاية، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش كمان تنزل تشترك في القناة وترزع اللايك المتين. ويلا عشان ما اطولش عليك نبدأ الانمي بتاعنا. ده هو كاي، عيل جامد جدا ومجتهد في شغله. في يوم من الايام بيبقى رايح يراقب مقبره محبوس فيها ملوك الشياطين، بينزل من العربيه وبيبص على المقبره من بعيد، وصاحبه اللي اسمه اشرام بيقول له مفيش حاجه هتحصل يلا بينا نمشي، بس كاي بيتجاهله وما بيردش عليه. وصاحبته التانيه بتقول له سيبك منه، كده كده كاي واخد قراره، وهو انه هيفضل يراقب المقبره لمده 5 دقايق زي كل يوم. وبنعرف بعدها ان كان في 4 انواع من الكائنات غير البشر، وهم الشياطين والكائنات السماويه اللي زي الاقزام والجنيات، والارواح كمان اللي عندها اجسام مميزه، والوحوش الاسطوريه اللي عندها اجسام ضخمه زي التنانين. وان مهمه اتحاد اورزا اللي هو منهم انه يراقب المقابر اللي هم مختومين فيها. بيخلص المراقبه بتاعته وبيرجع للعربيه، وبيساله اشران اذا كان في شياطين هربت قبل كده في ال100 سنه اللي فاتوا. بيقول له كاي لا، لان مهمتهم انهم يراقبوا المقابر دي ويمنعوا اي محاوله هروب. فبيقول له اشران يهدى شويه وما ياخدش الموضوع على اعصابه، عشان في 4 مقابر في انحاء العالم ومحدش بياخد الموضوع بجد زيه كده. بيرجعوا للبيت وبيتمرنوا في الاوضه بتاعتهم، وبيتدربوا على تنين في مستوى عالي. بيرمي اشران على الارض وبيقول لكاي تعالالي. بيهجم عليه بس انت بتعمل ايه يا غالي؟ ضربته ما بتعملش اي حاجه فيه، وبيكون التنين خلاص هيخلص عليه، بس ساكي بتوقف التدريب وبتلحقه في اخر ثانيه، وبتقول له انه مش لازم يتدرب على مستوى عالي عشان ده ممكن يموته في يوم من الايام. بس كاي بيقول لها انه ما بيخافش من الموت، وان اللي بيخاف من الموت ما كانش المفروض يتولد اصلا. بتسرح ساكي في خيالها وبتتخيل ان لو كاي كان اتولد في الفتره اللي حصلت فيها الحرب بين ال5 اعراق، كان بقى اسطوره زي البطل سيد كده اللي قدر لوحده انه يهزم اقوى 4 ابطال في الوقت ده، وده بعد ما ملكه الضوء ادت له السيف بتاعها. بس لسوء الحظ محدش بيكون معترف بوجوده عشان مفيش دليل واحد يثبت انه كان موجود، عكس الابطال ال4 اللي كل التاريخ اتكلم عنهم. عشان كده بقى مجرد اسطوره هو والسيف بتاعه. بتقوم ساكي بعد كده تصحي اشران اللي عامل فيها نفسه ميت، وبيقعدوا يفكروا يجيبوا ايه هديه لصاحبتهم جان عشان هي اترقت وبقت اصغر واحده تروح العاصمه الملكيه. بس في نفس الوقت بتبعت جان رساله لكاي بتقول له انها عايزه تقابله من غير ما ساكي واشران يعرفوا، وزي ما احنا عارفين الخصوصيه مهمه في كل حته، بس ساكي واشران بيعملوا عكس كده، وبيكونوا راشقين عينيهم في التليفون وشافوا الرساله كمان. واشران بيقول له يشوف له صاحبتها، بيقول له كاي لا وبيسيبه وبيمشي. بيروح بعد كده يقابل جان وبتشكره عشان هو الشخص الوحيد اللي قبل انه يروح معاها السوق، وبتعرفه انها هتشتري هديه لساكي واشران قبل ما تروح للعاصمه، لان دي ممكن تكون اخر مره تشوفهم فيها عشان هي هتروح العاصمه لمده 2 سنين، ولما ترجع هيكون ساكي واشران خلصوا خدمتهم العسكريه وبقوا ناس عاديين. ولما كاي بيلاقيها حزينه بيقعد يواسيها وبيقول لها انها هتحقق حلمها اللي كانت بتحلم بيه من وهي صغيره، وهي انها تبقى احسن من ابوها اللي هو قائد الاتحاد. بيخلصوا تسويق وبتشكره جان انه جه معاها، وبتفتكر لما كاي كان عنده 10 سنين وراح يفتش في المقبره مع ابوها، بس بعد عن ابوها وتاه فيها، وبيقع بعد كده في حفره وبيشوف مكان مليان بالوحوش، وبيفضل ينزل لتحت لحد ما بيشوف سيف سيد. ولما حاول يحكي اللي شافه محدش بيكون مصدقه غير جان، عشان كده ما عادش بيحكي لحد وبيحاول ينسى اللي حصل. وبتساله جان ايه اللي ممكن يحصل للمدينه بعد 2 سنين على ما ترجع، لكن فجاه بيحصل اللي محدش متوقعه، الزمن بيتوقف وما بيكونش حد شايف ده غير كاي، وبيظهر بعد كده ثقب اسود بيدمر العالم كله، وبيسمع كاي صوت بيقول له جاري اعاده بناء العالم، وفجاه بيلاقي نفسه في مكان كله متدمر، بيكون مصدوم من اللي هو شايفه ومش عارف ايه اللي بيحصل. وفجاه بيظهر شيطان كبير قدامه وبيهجم عليه بالسحر بتاعه. بيحاول كاي يتفادى كل ضرباته وبيطلع السلاح بتاعه، بيروح الشيطان يهجم عليه مره تانية، بس كاي بيقدر يصد كل ضرباته في ثانيه. بيهجم عليه الشيطان تاني بس بيتفادى كل الهجمات، وبينط في الهواء وبيروح يهجم عليه، وبيضربه برصاصه معدله بتفجره 100 حته. يا حلاوه. في الوقت ده كاي ما بيكونش خايف عشان ظهر له شيطان، ده بيكون في قمه سعادته انه قدر يواجه الشيطان حقيقي. بس يا فرحه ما تمت، بيسمع صوت جاي من فوق وبيلاقي الشيطان بيطير في السماء، وبيتصدم لما بيلاقيه بيتكلم بلغه البشر. بيساله كاي هو ازاي بيتكلم بلغه البشر وهو شيطان، فبيعرفه انه لازم يتعلم لغه العبيد عشان يعرف يكلمهم. بيقول له عبيد ازاي وايه اللي حصل بالظبط، لكن الشيطان ما بيديلوش فرصه وبيروح يهجم عليه على طول. لكن انت فاكر ان كاي ممكن يموت بالسهوله دي يا صديقي؟
لا والله بيلاقي قنبله ضوئيه بتتحدف جنبه وبتعمل شيطان، وبيستغل الجنود الفرصه دي وبيسحبوا كاي لجوه وبيدخلوه للعربيه وبيهربوا من قدامه على طول. وبيكتشف كاي ان اللي انقذهم ساكي واشران. بيحاول يكلمهم بس ساكي بتساله عرف اسمها منين، فبيقول لها ده انا كاي يا بيت العشق، مش فاكراني ولا ايه؟ وبيتصدم اكتر لما اشران كمان ما بيكونش فاكره. بيستغرب من اللي بيحصل وبيقول لهم ازاي مش فاكريني، احنا كنا في نفس الفريق. فبيتعرفوا ساكي انهم اعضاء في المقاومه. بيقول لهم مقاومه ايه؟ احنا كنا بنراقب المقابر مش اكتر. وبيطلب منهم يعرفوه ايه اللي حصل. فبيقول له اشران ان في حرب حصلت قبل 30 سنه وكان اسمها حرب الخمس اعراق، والبشر خسروا في الحرب دي، ونتيجه لخسارتهم الكائنات الاربعه استولوا على كل المدن. فبيسالهم كاي ايه اللي حصل للبشر وازاي هم عايشين لو هم خسروا. فبتعرفوا ساكي انهم قدروا يهربوا بالعافيه وبيروحوا لمدينه فيشال الجديده واللي بيكونوا بنوها تحت الارض عشان يهربوا من الشياطين بعد ما خسروا في الحرب. بيسالهم ازاي البشر خسروا وايه اللي حصل للبطل سيد، بس ساكي واشرام ما بيكونوش عارفينه ولا سمعوا باسمه كمان قبل كده. فبيقول لهم كاي ان ده البطل اللي هزم ابطال الاعراق الاربعه. بيتريق عليه اشران وبيقول ان لو الشخص ده موجود ما كانش زمانهم عايشين تحت الارض دلوقتي. بس فجاه بيسمعوا صوت عالي وده بسبب ان فريق الدعم وصل. وبيقول اشران لكاي ان في مدن بشريه تانية في اماكن مختلفه وفريق الدعم هو المسؤول عن ادارتها. وبيروحوا بعد كده يدوا للقائد بتاعهم التقرير وبيقولوا له انهم لقوا كاي على السطح وان شكله فقد الذاكره. بس كاي بيتفاجئ لما بيلاقي ان القائد هي جان وانها لابسه لبس راجل. بيوقفها وبيقول لها انا كاي وانت كنت بتعملي شوبينج معايا من شويه. وبيسالها انت بتلبسي لبس رجاله ليه؟ لكن مساعده جان اللي اسمها فالين بتوقفه وبتقول له انت عارف اللي انت بتعمله ده ثمنه ايه؟ بس جان بتوقفها وبيطلعوا يمشوا. بيقعد كاي بالليل في الاوضه يقرا السجلات والكتب التاريخيه، لكن بيلاقي ان في حاجه غريبه وهو ان كل حاجه موجوده زي ما هي ما عدا هو والبطل سيد. فبيقول ان اكيد ده عالم البطل سيد مش موجود فيه والبشر خسروا حرب الخمس اعراق، بس ليه برضه المقابر اللي المفروض الشياطين مختومه فيها موجوده في العالم ده؟ فبيقرر انه هيروح عشان يشوفها. وبالفعل تاني يوم بياخد العربيه من اشران وبيروح للمقبره، وهناك بيلاقي ان الاختام اللي كانت قافله المقبره متشاله. بيدخل لجوه بيلاقي سيف الضوء بتاع البطل سيد. بيطلعه من مكانه وبيسمع صوت بيقول له انقذ حامل الشفره. بس فجاه بيتنقل لعالم تاني وبيشوف بنت نص اجنحتها ابيض والتاني اسود وبتكون مربوطه بسلاسل وبتتوسل لكاي انه يساعدها. بيسالها عن اسمها فبتقول ان اسمها رين، وبعدها بيحاول يساعدها ويقطع السلاسل بسلاحه بس للاسف ما بيعرفش يفكها. فبيفتكر سيف سيد وبيقول التعويذه بتاعته وبيتحول سيفه لسيف الضوء وبيستخدمه وبيقدر يقطع السلاسل من ضربه واحده. لكن اول ما رين بتتحرر بتفضل تنادي على واحده اسمها فانيسا وبتقول لها انا ما خسرتش قدامك. وبتفتكر ان كاي شيطان وبتهجم عليه بكل قوتها، بس كاي بيقدر يصد الهجمه بضربه واحده وبيلغي السحر بتاعها كمان وبيعرفها انه بشري مش شيطان ولا حاجه وانه ساعدها عشان هي طلبت مساعدته. فرين بتتاسف له وبتقول انها بتكره الشياطين وعشان كده هجمته. فبيقول لها ده معناه ان انت مش شيطانه، بس انت ايه التصنيف بتاعك؟ فبتقول له رين دي حاجه ما تخصكش، انا شكرتك عشان انت انقذتني واتاسفت لك كمان عشان هاجمتك، بس ما تسالنيش عن نوعي تاني. بيتاسف لها كاي وبيوعدها انه مش هيسالها تاني. وبيقرروا بعد كده انهم يبقوا صحاب وبيتعرفوا على بعض اكتر. وبيسالها كاي اذا كانت اللي بتنادي عليها هي نفسها فانيسا امبراطوره الظلام. بتقول له رين ايوه. بيتصدم كاي لان رين قويه جدا لدرجه انها قدرت تقاتل واحده من الابطال الاربعه. بس فجاه هما بيتكلموا بيخرج كائن بيد ضخمه من البوابه السوداء وبيبدا الهجوم على رين، لكن كاي بيقدر انه ينقذها في الوقت المناسب. واول ما بيشوف الدمار اللي عملته الضربه بياخد رين وبيقول لها يلا نهرب، بس الكائن بيفتح بوابه تانية وبيقدر يمسك رين وبيبقى لسه هيخلص عليها، لكن كاي بيقدر ينقذها مره تانية وبيستخدم سيفه بضربه واحده بيعمل فتحه بيقدر يهرب منها هو ورين. بيرجعوا مره تانية للمقبره وبتحضن رين وبتقول انها كانت خايفه وان محدش ساعدها قبل كده وان هي كل ما تروح لصنف من الكائنات بيتنمروا عليها والشياطين كمان كانوا بيتنمروا عليها كتير، فعشان كده دخلت في معركه مع فانيسا. فبيقول لها كاي انه زيها بالظبط وان محدش فاكره في العالم ده عشان كده حاسس بالوحده، وان التاريخ اللي هو فاكره ان البشر هم اللي كسبوا الحرب بين الخمس اعراق، لكن في الزمن ده الشياطين هم اللي كسبوا واحتلوا المدن كلها. بتقاطع رين وبتقول له انها قبل ما تقاتل فانيسا سمعت ان البشر بداوا يكسبوا الحرب وان الشياطين كانوا خايفين من بطل البشر. فبيسالها كاي لو كانت تعرف اي حاجه عن البطل سيد. بتحاول رين انها تفتكر اي حاجه بس ما بتكونش عارفه هو بيتكلم عن مين. بيزعل كاي لما بتكونش عارفاه، بس في نفس الوقت بيكون مبسوط انه اخيرا لقى حد شبهه
يلاقوا في العالم ده. ورين هي كمان بتكون مبسوطه انها لقت حد ما يتنمرش عليها. بيخرجوا من المقبره وبتوع رين من التعب. بيسندها كاي وبيقول لها انه ناوي يروح للمدينه تاني، وبيعرض على رين انها تيجي معاه، بس رين بتقول انها بتخاف من البشر، لكن كاي بيقول لها تثق فيه وتروح معاه، ولو المدينه بتاعه البشر ما عجبتهاش تقدر تمشي في اي وقت. فبتوافق رين وبتروح معاه. بيروح كاي وبيكون تعبان من اللي عمله طول اليوم، وهو انه كان بيعلم رين انها تخفي الاجنحه بتاعتها، بس فضلت تعمل ازعاج طول الطريق، وحاولت كمان تستعمل سحرها اكتر من مره. وبيعرفها كاي انهم دلوقتي في عالم تاني، ونتائج الحرب معكوسه، وان في العالم ده البشر هم اللي خسروا الحرب. بتقول له رين سهله، الحل يبقى لازم نرجع للعالم بتاعنا. كاي في الوقت ده رياكت، حياتي بقيت احسن بكتير. بيناموا بعد كده، بس رين بتقلق وبتصحي كاي، وبتقول انها حاسه بوجود شياطين في المدينه. بيطلع كاي على طول وبيتصدم من اللي بيشوفه، وبيلاقي الشياطين محاصرين البشر من كل ناحيه. فبيقول لرين ان هو الوحيد اللي ممكن ياخد مكان البطل سيد، ولازم يعمل كده. وفعلا بيروح كاي ناحيه الهجوم، وبيلاقي ساكي واشرام بيحاولوا يصدوا هجمات الشياطين، بس انت فاكر انهم هيقدروا عليهم؟ لا والله. بيطلب اشرام من ساكي انها تروح تجيب الاسلحه بتاعتهم، بس فجاه بتلاقي شيطان بيهجم عليها، وبيكون خلاص هيخلص عليها، لكن كاي بيقدر ينقذها وبيقتل الشيطان. وبيقول لساكي تستخدم الميه، لان اجسام الشياطين بتمتص الميه وبيبقى تقيل فمش هيعرف يطير. وبيبقى في شيطان تاني لسه هيجمد اشران، بس كاي بينقذه هو كمان. بيروح بعد كده شيطانين يهجموا على كاي، بس بيقدر انه يصد الهجمه بالطلقات اللي معاه، وبتستخدم رين قوتها وبتضربهم بسحر البرق، وبتخلص عليهم. بيروح له اشران وساكي وبيسالوه عن الرصاص اللي استخدمه عشان يلغي هجمه الشيطان يعني وكده. فبيعرفهم ان نجوم من عالم البشر هم اللي كسبوا الحرب دي، وان الرصاص ده اخترعوه في العالم بتاعه. وبعدها بيقرر ساكي واشران انهم ياخدوه عشان يقابل القائده بتاعتهم، وبيعرفوه ان جان هي اللي مسكت منصب القائد بعد ما ابوها اتصاب في المعركه وقرر انه يسيب المنصب. وبيروحوا للمقر الرئيسي، بيعرفهم انه جاي من عالم تاني، وان العالم ده البشر انتصروا في الحرب، بس محدش من القياده بيكون مصدقه ما عدا جان اللي بتساله عن علاقتهم بالعالم التاني. فبيقول لها كاي انهم كانوا اصدقاء طفوله، وكانت بتتكلم معاه كتير على انها كانت عايزه تبقى زي اخ وجير. ولما بتسمع جان الاسامي دي بتتصدم وبتوقف الاجتماع على طول. وبالليل بتروح فالين وبتاخد كاي عشان يقابلوا جان، وبتساله اذا كانت المعلومات اللي هو جابها عن الشياطين دي من العالم بتاعه. فبيقول لها ايوه، وبيسالها اذا كانت مصدقه اللي هو بيقوله. فبتعرفوا انها عاوزه بس تستفيد من المعلومات اللي هو عارفها. بيدخلوا جوه وبيقابل جان اللي بترحب بيه وهي لابسه لبس بنت. ولما بيشوفها كاي بيقول لها كنت عارف ان انت بنت. وجان بتقول له ان محدش يعرف انها بنت غير فالين وناس تانية قليله، وانها مصدومه لانه عارف اخ وجير اللي هم ابوها وجدها، بس ده مش معناه انها مصدقاه وعايزه تستفيد من المعلومات اللي عنده. بيسالها كاي هتعملي ايه؟ فبتقول له انها ناويه تتحالف مع المدن الخمسه التانية عشان يمنعوا الشياطين من احتلال مدينه فيشال، لكن رين بتقاطعهم وبتقول لهم انهم لو عملوا كده هيلفتوا انتباه الشياطين، وان لو شيطان بمستوى عالي ظهر فضربه واحده منه كفيله انها تدمر المدينه كلها. فبتعرفها جان انها عارفه كده، بس ما قدامهاش حل تاني ولازم يعملوا كده. فبيقول لهم كاي ان عنده خطه تانية، وهم انهم يهجموا على العاصمه الملكيه ويخلصوا على بطله الشياطين فانيسا. فبتقول له جان ان ده اكيد جنان، وان فانيسا لوحدها قدرت تخلص على العاصمه الملكيه. فبيقول كاي في نفسه ان الحاجه الوحيده اللي هتنفع ضد فانيسا هي سيف الضوء اللي معاه. وبيقول لجان ان هو ورين هيروحوا لوحدهم يخلصوا على فانيسا عشان في العالم بتاعه البطل سيد قدر انه يهزمها لوحده، وانه لازم يعمل كده. لكن فالين بتشك فيه وبتساله هو هيستفاد ايه من ده كله. فبيقول لها عشان ساكي واشران اللي في العالم ده بيقاتلوا بكل قوتهم وحياتهم كمان في خطر على طول، وانه لو سابهم ورجع للعالم بتاعه مش هيعرف يبص في وشهم تاني. وبيقرروا بعد كده انهم يحطوا خطه، وبيقول لهم ان الشياطين بيخافوا من البشر اكتر من الاعراق التانيه، عشان كده معظم قوتهم على الحدود، وان اللي هيبقى موجود في العاصمه 10% من قوتهم. وبيطلب منهم يخلوا الجيش بتاع المقاومه يشغل الشياطين اللي في العاصمه الملكيه لما يقاتل فانيسا. فبتعرفوا جان ان هم يقدروا يعملوا كده، لكن في المقابل هيموت عدد كبير من الجنود. فبتقول لها فالين ان في سكه قطر مخفيه تحت الارض، وكانت العائله الملكيه بتستخدمها في حالات الطوارئ ومحدش يعرف عنها حاجه. فبتسالها جان هي ليه ما قالت لهاش على المعلومات دي قبل كده. فبتقول لها فالين ان السكه دي اتبنت من 15 سنه على ايد ابوها، بس بسبب ان ما كانش في خطه يهزموا بيها فانيسا فما حاولوش يستخدموها، وما رضاش يقولك على الطريق ده عشان انت بنته، وان خطه هجوم على القصر الملكي واقتال فانيسا خطر جدا وما فيش اب هيعرض حياه بنته للخطر. فبتقرر انهم هيعملوا اجتماع عشان يحطوا خطه يهزموا بيها بطله الشياطين فانيسا. بيستعد كل الجنود عشان يروحوا المعركه، وبتقعد رين تكلم نفسها وبتقول انها بتكره كل الاعراق وبتكره نفسها اكتر لانها مكونه من كل الاعراق دي، بس كاي مختلف عنهم لانه الشخص الوحيد اللي ساعدها، فعشان كده بتتمنى انه ما يموتش في المعركه دي. وبتكون ساكي خايفه لانها في الفريق اللي هيهجم على فانيسا، بس كاي بيقول لها انه اختارها هي واشران عشان بيثق فيهم. ورين بتحاول تطمن ساكي وتقول لها انها ممكن تهزم فانيسا لوحدها، ولو ما قدرتش هتفجر نفسها معاها. واشران بيكون قلقان هو كمان للشياطين يكتشفوا وجودهم عشان عددهم الكتير.
بس كاي بيطمنه وبيقول له ان البشر ما عندهمش سحر، فالشياطين مش هيحسوا بيهم اصلا. وبعد ما بيوصلوا بتحمس جان كل الجنود وبيبداوا الهجوم على الشياطين. بيبقوا لسه طالعين بس في شيطان بيهجم على كاي، بيقدر انه يتفادى الهجمه وبيضربه بالمسدس بتاعه وبيفجروا ال 100 حته، وبيروح الشياطين يهجموا كلهم عليه. بس على مين ده كاي يا صديقي؟ بيتحد مع رين وبيقدروا انهم يخلصوا على كل الشياطين، وبتفكرهم جنب الخطه وهي ان المجموعه الاولى هتحرس المدخل وما تخليش الشياطين يخشوا، والمجموعه الثانيه هتنقذ المسجونين اللي تحت الارض. اما الفرقه بتاعتهم بقى فهيطلعوا عشان يواجهوا فانيسا. بيطلعوا لفوق وبيلاقوا عفريت صغير وبيكون بيستدعي شيطان كبير، بيمسك واحد من الجنود بس فالين بتنقذه وبتقول لجان تكمل وهي هتخلص عليه وتحصلها. بيطلعوا الدور الثاني وبيهجم عليه شيطان بسحر البرق، لكنها بتقدر تصد الهجمه بالدرع اللي معاها واللي بيكون مصنوع على ايد الالف، وبيقدر يقاوم الهجمات السحريه. وبتقول لكاي يطلعوا يخلصوا على فانيسا وهي هتخلص عليه وتحصله، وبتدي رين لساكي واشان وكاي شاره صناعتها عشان تخفي وجودهم عن الشياطين. وبيظهر لهم شيطان كبير وبيعدي من جنبهم، وبتكون ساكي هتهجم عليه بس رين بتوقفها، وبيعدي الوحش من جنبهم وما بيحسش بحاجه. وبيقف ساكي واشان وبيستنوا الاشاره من كاي عشان يقطعوا الكهرباء عن المبنى. بيطلعوا للدور اللي بعده وبيتريق الشيطان ده على شكل رين وبيهجم على كاي، بس رين بتنقذه وبتطير بيه وبتتفادى كل الهجمات وبترميه بعيد وبتعمل جدار جليدي، وبتقول له يسيب لها الشيطان ده وهي هتحصله بعد ما تخلص عليه. وبالفعل بيطلع كاي للدور الاخير وبيقابل فانيسا، بتساله اذا كان هو القائد بتاع البشر، بس كاي بيقول لها لا وبيعرفها انه جه من عالم هي خسرت فيه. بتضحك من كلامه وبتقول له وانا مين بقى اللي قدر يهزمني؟ فبيقول لها البطل سيد. بتتصدم اول ما بتسمع اسمه وبتقول كلام غريب، بس بترجع تاني لعقلها وبيبدا الهجوم على كاي، لكنه بيقدر يدمر سحرها برصاصه واحده وبيروح بعدها يهجم عليها. بس بتطلع دي صوره مزيفه ليها، وبتفعل فانيسا قوتها وبتطلق هجمه ناريه بتهز المبنى كله، لكن بيقدر كاي انه يصد الهجمه بالسيف اللي معاه. بتساله فانيسا هو جاب السيف ده منين؟ فبيقول لها انه بتاع البطل سيد. واول ما بتنطق اسمه بتتفتح بوابه سودا وبيخرج نفس الوحش اللي كان حابس رين، وبتمسك فانيسا وبتحاول تخلص عليها زي ما عملت مع رين، بس فانيسا بتقدر انها تفك الاختام اللي ختمت قوتها وبتتحول لشخص تاني وبتهجم على الكائن ده بكل قوتها، لكن الوحش ده ما بيحصلوش اي حاجه وبيقدر انه يختفي. وبيكون كاي مستغرب ان رين قدرت تقاتل فانيسا، بس رين بتقول له ان فانيسا اللي كانت عارفاها ما كانتش بالقوه دي، وبتقرر فانيسا في الوقت ده انها تخلص عليهم هما الاثنين. بتروح رين تهجم على فانيسا وبتفعل حاجز وبتحبسها معاها فيه، وبتقول لكاي يهرب وهي هتفجر نفسها معاها، بس فانيسا بتدمر الحاجز بكل سهوله ولسه هتقتل رين، لكن كاي بيهجم عليها، لكن فانيسا بضربه واحده بترميه بعيد. ورين اول ما بتشوف كاي مرمي وما بيتحركش بتفكر انه مات، فبتتعصب على طول وفي هاله سودا بتخرج من جسمها وبتظهر شكلها الاخير هي كمان وبتهجم على فانيسا، بس للاسف هجمتها ما بتاثرش كتير عليها، وبتقول لها انها السبب في موت كاي لانها لو استعملت الشكل ده من الاول كانت انقذته، وان بسبب خوفها من انه يشوف شكلها الحقيقي خلاه يموت. بس رين ما بتكونش مهتمه بحاجه وبتمسك فانيسا وبتعمل تعويذه عشان يموتوا هما الاثنين سوا، لكنها ما بتنجحش لان قوتها السحريه بتخلص بسبب تعويذه فانيسا اللي كانت عاملاها، وهي انها لو حد هجم عليها فالهجمه دي هتتضاعف وتترد للشخص اللي هجم عليها. وبعد كده بتروح تهجم على رين عشان تخلص عليها، بس انت فاكر ان كاي هيسيبها تموت؟ لا والله، بيكون لسه عايش وبينقذها في اللحظه الاخيره وبيطمنها وبيقول لها انه ما ماتش وانه كان مغمى عليه بس مش اكتر. وبتساله فانيسا ازاي هو عايش بعد ما اتضرب الضربه دي، فبيعرفها ان السيف اللي معاه هو اللي انقذه وانه هيستخدمه عشان يخلص عليها. بتتعصب اكتر وبتقول له انت مجرد بشري حقير، ولو كانت رين ما كسبتلكش وقت كان زمانك ميت، وان زيك زي البشر مالكمش فايده، وانها هتتعاون مع الابطال الثلاثه التانيين عشان ينهوا البشر من الوجود. فبيقول لها انها مش هتلحق تعمل كده عشان هو هيخلص عليها. بتتعصب وبتروح تهجم عليه وبتفعل تعويذه وبتنزل نيزك ملتهب من السماء، بس كاي بيقدر يدمره من هجمه واحده. بتفعل تعويذه تانية اكبر وبيظهر نار من كل حته، لكن كاي في الوقت ده بيدي اشاره لساكي واشران عشان يقطعوا الكهرباء، وفانيسا في الوقت ده ما بتكونش شايفاه عشان هو مجرد بشري وما عندوش اي قوه سحريه، لكن السيف بتاعه بيكون ظاهر عشان القوه السحريه اللي موجوده فيه، فبتفتكر انه هناك وبتبدا الهجوم عليه على طول، بس ما بيكونش كاي ولا حاجه عشان رين اللي بتكون ماسكاه، وكاي في الوقت ده بيكون وراها وبيقول لها انا فضلت طول عمري اتمرن عشان اللحظه دي، وبتحدف له رين السيف وبيهجم على فانيسا وبيقطعها لنصين. جامد يا ابني والله. بتقع فانيسا على الارض وبتلفظ في انفاسها الاخيره، وقبل ما تموت بتفتكر سيد وانه قال لها عن اللي هيحصل في العالم ده، وان في ظاهره غريبه اسمها اعاده بناء العالم، وده حصل بسبب واحد من الابطال الثلاثه التانيين، وبتقول له يدور عليه ويوقفه عشان سيد قال لها ان اللي هيمسك السيف ده هو اللي هيقدر ينقذ العالم. فبيقول لها بس اللي انا اعرفه ان انت والبطل سيد كنتوا اعداء. فبتقول له انهم كانوا اعداء وتقاتلوا قبل كده اكتر من مره، بس بعد كده اتصاحبوا بقى وعز اصدقاء، وهو قال لها عن كل حاجه، وبتهنئ كاي عشان هو فاز عليها وان روحه البشريه اقوى من روحها، وبتقول له انها لو قابلته تاني هتستعمل سحرها عشان تخليه يقع في حبها، وبعد كده بتتحول لرماد
بعض، وبتنتشر الاخبار في كل المدن عن موت بطلة الشياطين. وبعد كده بيقعد كاي ورين لوحدهم وبيقول لها انه كان مفكر ان هما الاتنين بس اللي مختلفين، بس لو كلام فانيسا صح فده معناه ان العكس حصل، وان هما الاتنين اللي ما تاثروش باللعنه دي. وبعد كده بتيجي جان وبتشكرهم على مساعدتهم، وبتعرفهم انهم هيبنوا العاصمه الملكيه مره تانية وهيخلوها احسن مما كانت عليه. بس مش هي اللي هتعمل كده، عشان هي ناويه تسافر وتحرر المدن التانية، وبتطلب من كاي انه يساعدها ويعملوا نفس اللي حصل في العالم بتاعه وتتخلص من الاعراق التانية. فبيوافق كاي على طول وبيعرفها انه كان كده ناوي يطلب مساعدتها في هزيمه الابطال الثلاثه التانيين. ورين كمان بتقول لهم انها هتروح معاهم. وبعدها كاي بيقول لرين انه ناوي يوقف حرب الاعراق الخمسه وياخد مكان سيد في العالم ده، ويكتشف الشخص اللي ورا بناء العالم من تاني ويخلص عليه. وبيروحوا بعد كده ينظفوا اضرار الحرب، بس فجاه بيظهر حاجز غريب وبيجي شيطان وواحده من الشياطين وبتعرف نفسها على انها اخت فانيسا الصغيره واللي بيكون اسمها ماري. وكاي بيحس بنفس مستوى القوه اللي حسه مع فانيسا وبيسالها اذا كانت جايه عشان تنتقم لاختها، لكنها بتعرفه انها مش جايه تعمل كده، عشان بالرغم من انها كانت بتحب اختها الا ان بعد ما ماتت بقت هي الزعيمه. وبتعرض على كاي انها تعمل معاها هدنه، وهي انها هتسيب لهم العاصمه الملكيه بس في المقابل هيسيبوا لها كل الاراضي. فبيقول لها انه هيستشير القائده بتاعتهم. بتسيبه وبتبقى ماشيه خلاص، لكن قبل ما تمشي بتحذره من ملك الكائنات السماويه، وبيستعدوا بعد كده عشان يروحوا يقاتلوا باقي الابطال. لكن هم في الطريق ريم بتحس بحاجه غريبه، فبتقول لهشران يفتح الشباك، واول ما بتطلع بتلاقي تنين ضخم وده بيصدمهم كلهم عشان هم لسه في نطاق الشياطين والمفروض الوحوش ما تبقاش موجوده في المكان ده. وبيعرف كاي باقي العربيات، بس التنين ما بيسيبلهمش فرصه وبيروح يهجم عليهم على طول، لكنهم بيقدروا يتفادوا الهجمه وبيضربوا عليه نار من كل حته. بس انت فاكر ان التنين هيموت بالسهوله دي يا صديقي؟ لا والله، بيروح بعد كده يهجم عليهم وبيوقع عربيتين. فبيتحد كاي ورين وبيضربوه ضربه بتخليه يهرب على طول. بيقرروا بقى بالليل انهم يقعدوا يستريحوا وبينصبوا الخيم وبيعالجوا المصابين. وبيكون كاي ورين قاعدين في الخيمه بتاعتهم، بس فجاه بتدخل عليهم جان. بيسالها كاي هي جايه هنا تعمل ايه، فبتعرفوا ان الخيمه دي بتاعت القائده وانهم هنا مجرد حراس شخصيين. وبتاخدوا فاليل لبره وبتفهموا الوضع، وبتقول له ان هو هيبقى الحارس الشخصي لجان النهارده، وهي هتامن الخيمه من بره عشان ما ينفعش بنت زيها تقعد مع جان لوحدهم لان الجنود فاكرين ان جان ولد. فبيوافق كاي وبيدخل لجوه تاني وبيقول لجان ان العاصمه الملكيه في خطر لان الوحوش الاسطوريه بدات تتخطى الحدود، وده بعد ما وصل لهم خبر هزيمه فانيسا. فجان بتطمنه وبتعرفه انها مأمنه نفسها ومش هيقدروا ياخدوا العاصمه منها مره تانيه. وبيقرروا بعد كده انهم يناموا، بس يا عيني الواد ما بيعرفش ينام طول الليل منهم. وتاني يوم بيقرروا انهم يكملوا طريقهم وبيوصلوا بالفعل للمدينه اللي فيها المقر بتاع اتحاد يو. وساكي بتكون مستعده عشان تهجم على الكائنات السماويه لو ظهروا، بس كاي بيقول لها تخلي بالها لان البشر والكائنات السماويه زي بعض وممكن تخلص على بشر بالغلط. بيقابلوا اتحاد يو اللي بيرحب بيهم واللي بيبقى القائد بتاعهم اسمه زيف، وبيهنئ جان على هزيمتها لبطله الشياطين، وبيرحب بفالين كمان والواضح انه عارفها. وبتقول له جان انها عايزه تقابل القائد بتاعه، فبياخدهم وبيتجه للمقر بتاعه على طول. وبيسالهم في السكه اذا كانوا عارفين القائد بتاعهم، فبتقول له فالين ايوه، وعارفين كمان انه متوج نفسه كملك، وبيشك كمان في كل اللي حواليه، وبيعتبر جان تهديد بالنسبه له. فبيقول لها كويس انكم عارفين كل حاجه، وبيحذر جان قبل ما تدخل له. بيروحوا على الاوضه الخاصه بيه وبيقابلوا المساعده بتاعته واللي بيبقى اسمها كوبيري. وريم بتحس بحاجه غريبه اول ما بتشوفها، واول ما بيخش للقائد بيكون متضايق منهم وبيقول لهم انكم قاصدين تيجوا متاخرين. فجان بتعرفوا ان في تنين هجم عليهم وانهم اتاخروا عشان كانوا بيعالجوا المصابين. فبيسالها هي جايه هنا تعمل ايه، وده بعد ما هزمت ملكه الشياطين واستعادت العاصمه الملكيه. فبتقول له انها جت هنا بناء على طلب من اتحاد يو وانه كان طالب مساعدتها. فبيقول لها لا انت بتكذبي، انت اكيد جايه عشان تسرقي المجد مني وتستولي على الاتحاد بتاعي كمان. فبتعرفوا انها جت عشان هم طلبوا المساعده مش اكتر، وان هي ناويه تخلص على الابطال الثلاثه التانيين. اما بالنسبه بقى لسرقه المجد فده اللي بيحدده الجنود مش انا ولا انت، ولو عايز تفوز بالمجد ده يبقى لازم تسعى له. وبعدها بيقرروا انهم يعملوا اجتماع وبيعرفهم زيف ان مكان الكائنات السماويه لسه مش معروف. فبتقترح عليه جان انها تعمل حمله استكشافيه وبتطلب من القائد انه يديها الجنود بتوعه، بس هو بيقول لها انها قائده وما ينفعش تروح للخطوط الاماميه. فبتقول له انها بتعمل كده عشان تزود الروح المعنويه للجنود. وبالفعل تاني يوم بتاخد الجنود وبتتجه للغابه، وبترجع اخر يوم وبتقرر انها تعمل اجتماع وبترسم لهم خطه على الاماكن اللي هي اكتشفتها، وبتعرفهم انها لسه هتكمل الرحله الاستكشافيه بتاعتها، وبتطلب من الجنود انهم يساعدوها. في الوقت ده دانتي بيكون قاعد في المكتب بتاعه وبيشرب وبيكون متضايق لان جان سرقت المجد منه. فبتقترح عليه كوبير انهم يعملوا حاجه احسن من اللي جان عملتها، وساعتها كل المجد والشرف هيرجعوا له مره تانيه. فبتزغلل الفكره في عينيه وبيقرر انه هيروح يجيب الكائنات السماويه في ايديه. وبيستدعي زيف بعد كده وبيعرفوا انه هياخد الجنود ويتجه للغابه. في الاول بيكون رافض لان ده هيدمر الرابطه اللي بينهم وبين اتحاد أرزا، لكن القائد بتاعه بيكون متعصب وبيعرفوا انه هيروح مهما كان الثمن.
جان، فبيضطر زيف انه يوافق. في الناحيه التانيه بتروح رين تقابل كاي وبتعرفه ان كوبيري مش بشريه، وبنعرف ان البطل اللي هجم على رين وفانيسا اتحد مع بطل الكائنات السماويه الفا وقدر كمان انه يسيطر عليه. وبعد كده بيهجم على بطل الالف وبيحبسها في كريستاله كبيره، لكنها بتقدر تزق المساعده بتاعتها وترميها بعيد. واول ما بتفوق بتستدعي كل الاقزام والالف الموجودين وبتعرفهم انهم لازم يعملوا اجتماع عشان تبلغهم اللي حصل. نرجع بقى لكاي وجان واللي بيكونوا بيدوروا على قائد المدينه في غابات الالف، وكاي بيعرفهم ان كوبيري الجاسوسه للالف. وبعدها بيلاقوا اسلحه الجنود مرميه على الارض. بتشم رين ريحه غريبه وبتتبع الاثر بتاعها، ولما بيروحوا هناك بينتقلوا لمكان تاني وبيلاقوا طفله صغيره بتلعب وبتسالهم هي ليه مش حاسه بقوه سحريه خارجه منهم، فبيقول لها اشران عشان هم بشر. بس البنت اول ما بتسمع كلمه بشر بتطلع تجري، وبيطلعوا يجروا وراها في الغابه لغايه ما بيوصلوا للقريه بتاعه الالف، والحراس اللي هناك بيهجموا عليهم على طول. لكن كوبيري بتلحقهم في اللحظه الاخيره وبتقول لهم انهم تبعها، وبتسالها جان عن مكان القائد والجنود، فبتعرفها انهم كلهم كويسين وخدوا منوم مش اكتر. وبتاخدهم بعد كده عشان يقابلوا مساعده بطله الالف واللي بيبقى اسمها ريري، وبتسالهم لو كانوا هم اللي هزموا بطله الشياطين، فبيقولوا لها ايوه. وبتتفاجئ لما بتلاقي جان لابسه درع من بتاع الالف، فبتسالها هي جايباه منين، فبتقول لها انها هزمت واحد من الشياطين قبل 10 سنين وخدته منه. فبتقول لها خلاص طالما مش واحد مننا يبقى مفيش مشكله. وبتعرض عليهم بعد كده انهم يعملوا اتفاق، وهي انها هترجع لهم القائد والجنود، بس في المقابل هيساعدوها ترجع القائده بتاعتهم. فبتسالها جان عن اللي حصل، فبتعرفها ان الفا اتغير عن الاول وانه كان شخص لطيف، بس في يوم من الايام جمع كل الاعراق وطلب منهم انهم يبقوا خدم عنده، وهي والزعيمه بتاعتهم راحوا كممثلين لكل الاعراق، لكن هو قدر يسجن الزعيمه بتاعتهم وهي قدرت تهرب منه بالعافيه. فبتقول لها فالين ان ده ممكن يكون فخ وانها ممكن تغدر بيهم. فبتقول لها ريري انها هتروح معاهم عشان يثقوا فيها، ولو حسوا باي غدر تجاهها يقدروا يقتلوها في اي وقت. فبتوافق جان على طول، وبالفعل بيبقوا رايحين للقلعه السماويه، وبيكون كاي قاعد لوحده، وبتساله ريري اذا كانت القوه اللي استخدمها في هزيمه فانيسا هتنفع ضد الفا، عشان لو ما نفعتش فده معناه انهم هيموتوا. فبيقول لها كاي ان شاء الله هتنفع يعني، وبيسالها بعد كده عن سيد، فبتعرفه انها ما سمعتش بالاسم ده قبل كده. كاي بيفتكر كلام فانيسا على طول، وبيقول ان اكيد الفا هو اللي عارف كل حاجه. وتاني يوم بيوصلوا للمكان اللي تحته القلعه السماويه، وريري بتفعل تعويذه بتنقلهم بها لجوه، وبيتصدموا لما بيلاقوا جنود مرميين على الارض. وبيفرح فالين وجان عشان ريري قدرت تساعدهم، ولو هي مش موجوده ما كانوش هيقدروا يوصلوا للقلعه السماويه. بس يا فرحه ما تمت، بيلاقوا هجمه مقابلهم في وشهم، لكنهم بيقدروا يتفادوا الهجمه، وبيكون اللي هجم عليهم هو ملاك الحرب فيشيوس، ودي واحده من اتباع الفا. وبتسالها ريري مين اللي عمل كده في الجنود اللي مرميين بره، فبتقول لها انهم عصوا اوامر الفا، ونتيجه لكده نالوا جزائهم، وانهم كمان هيعدموا كبيره الالف كتحذير لباقي الاعراق عشان يخضعوا لاوامر الفا. بتتعصب فالين وبتروح تهجم عليها، وساكي واشرام بيقرروا انهم يساعدوها، وبيقولوا لجان تكمل وهم هيخلصوا عليها ويحصلوها. وبالفعل بيطلعوا للدور اللي بعده، وبيلاقوا ملاك تاني اسمه رافا بيهجم عليهم. بتصد رين الهجمه وبتقول لكاي يطلع ويسيب لها الملاك ده، ولما بيطلعوا جان بتتاسف لكاي عشان سابته يقاتل فانيسا لوحده، وبتقول له انها هتقاتل معاه المره دي. وبيطلعوا للدور الاخير وبيلاقوا كبيره الالف محبوسه، والفا بيكون طاير في السماء، وبيقول لهم ان كل حاجه في الارض ملك له ولازم كل الاعراق يبقوا خدم عنده. بتفتكر ريري ذكرياتها مع الفا وهي صغيره وقد ايه هو اتحول وبقى وحش دلوقتي، بتروح تهجم عليه عشان تخلص عليه، لكن الفا بيقابلها بسحر على شكل سيف، بس كاي بيقدر ينقذها في الوقت المناسب. بيتصدم الفا لما بيلاقي كاي قدر يصد هجمته عشان البشر معروفين كاضعف الكائنات، وبيساله لو كان الف متنكر كبشري، بيقول له كاي لا هو مجرد بشري عادي، وانقذ ريري عشان لو سابها تموت الالف هيكرهوا البشر. بيحس الفا بالسيف اللي مع كاي وبيعرف انه مش سلاح عادي، وبيقول له كاي انه هيهزمه زي ما عمل مع فانيسا. بيضحك على كلامه وبيستغرب ازاي ملكه الشياطين اتهزمت على ايد بشري. بتستغل جان الوقت ده وبتطلع القوس بتاعها وبتهجم على طول على الفا، وبالفعل بتقدر انها تخدشه خدش صغير. وبيلاحظ الفا انها لابسه درع مصنوع على ايد الالف وانه بيستهلك حياتها. بيقلق كاي اول ما بيسمع الكلام ده، بس هي بتطمنه وبتقول له انها هتشرح له بعد ما يخلصوا معركتهم مع الفا. بيروح بعد كده يهجم عليهم، بس ريري بتعمل حاجز بيقدر انه يحميهم، وبيقولوا انهم مش هيقدروا يهزموه كده لوحدهم وانهم محتاجين مساعده. فبيقرروا انهم هيحرروا كبيره الالف بتاعتهم، وبيروح كاي وريري بالفعل عشان يحرروها، وبيحاولوا يكسروا الكريستاله اللي هي محبوسه فيها. بيحاول الفا انه يوقفهم بس كاي بيصد الهجمه بتاعته، وريري بتحاول تدمر الكريستاله بالخنجر بتاعها لكنها ما بتقدرش والخنجر بتاعها بيتكسر. لكن بيحصل اللي محدش متوقعه، بيطلع الكائن اللي هجم على رين وفانيسا وبيقرر انه يساعد الفا في المعركه، وبنعرف ان اسمه لاست رايز، وبتهجم عليهم هجمه بتدمر الارضيه كلها وبتطيرهم كلهم. بس رين بتيجي في الوقت المناسب وبتقدر انها تلحقهم، وبيسالوا كاي عن اعاده بناء العالم، بس الفا ما بيكونش عارف حاجه. فبيسالوا عن البطل سيد، واول ما بينطق اسمه بتمسكه لاست رايز وبتمحيه من الوجود، وبتفتح بوابه سودا تانية وبتختفي جواها. بس انت فاكر ان المعركه خلصت يا صديقي؟ تبقى غلطان
طبعا بيرجع الفا بس شكله بيكون متغير وبيبدا الهجوم عليهم على طول. بتعمل رين حاجز عشان يحميهم بس الهجوم بيكون اقوى من الحاجز وبيقدر انه يكسره بكل سهوله، ورين بيغمى عليها نتيجه الهجوم ده. وبتلاحظ ريري ان الفا بيستخدم السحر من غير ادوات سحريه ودي حاجه محرمه بالنسبه للملاك اللي زيه. بيتعصب الفا اكتر وبيهجم عليهم بهجمه كبيره. بتحاول ريري تصد الهجمه وبتصنع حواجز كتير بس الهجوم بيكسر كل الحواجز دي وبيكون رايح عشان يخلص عليها بس كاي بيلحقها في اخر ثانيه وبيقول له انت كنت المثل الاعلى لريري وهي كانت مؤمنه بيك بس انت ما عدتش نفس الشخص ده ولازم اخلص عليك. بيروح كاي يهجم على الفا والقتال بيكون اسطوري يا صديقي. بيستدعي الفا سيف الملك وبيهجم بيه على كاي لكنه بيقدر يصد الهجمات كلها باستخدام سيفه. بيتعصب الفا وبيروح يهجم على القصر الملكي عشان يوقعه بس كاي بيحاول انه يوقفه وبيقدر بالفعل انه يجرحه. بيتعصب الفا وبيروح يمسك كاي من رقبته وبيفضل يخنق فيه. لكن انت فاكر ان اصحابه هيسيبوه يموت بالسهوله دي يا صديقي؟ لا والله. بتتحد جان وريري مع بعض وبيعملوا سهم كبير بيقطع دراع الفا. بيخرج الفا عن شعوره وبيقول لهم اللي هشوفه قدامي هيبقى ده دوره بس كاي ما بيعتمدش الكلام ده وبيروح يضربه ضربه بتفوقه من اللي هو شاربه وبيقع على الارض وبيلفظ في انفاسه الاخيره. وقبل ما يموت بيفتكر سيد وانه كان قال له كلمات غريبه وهي اعاده بناء العالم من تاني وان السبب وراء الظاهره دي هي الكراهيه ولو الكراهيه اتدمرت العالم هيرجع لطبيعته مره تانيه. وبيموت الفا على طول وبتبدا القلعه السماويه في الانهيار. بيعدي الوقت وبتفوق رين واول ما بتصحى بتحضن كاي وجان بتكون موجوده وبتشوف كل حاجه وبتطلب منهم يقولوا لها رين دي تبقى مين بالظبط وبالفعل بيقولوا لها كل حاجه. وكاي بيقول لها ان رين واقفه في صف البشر وعمرها ما هتفكر تاذيهم وبتبقى جان عارفه كده وواثقه في كلام كاي لان رين ساعدتهم في هزيمه فانيسا وانقذتها من الفا كمان. وبيقرروا انهم هيخلوا الموضوع سر بينهم هما الثلاثه. وتاني يوم بيستعدوا عشان يسيبوا الغابه ويروحوا عشان يهزموا البطلين التانيين. وبتعمل معاهم كبيره الالف اتفاق وهي ان البشر والالف ما يدخلوش اراضي بعض لمده سنه وبتديهم كمان هدايا عشان تساعدهم في هزيمه الابطال التانيين واللي بتبقى عباره عن سيف لجان وطلقات سحريه لكاي. وبتقول لهم انا سمعت انهم عايزين يقتلوا الوحوش الاسطوريه والارواح وبكده هيضطروا يعدوا من الغابات السماويه وعشان كده هي قررت تديهم شخص كدليل في الغابات دي. وبتقرر انها تختار ريري عشان تروح معاهم لانها من ساعه ما شافتها وهي لازقه في كاي ومش خايفه منه ولا حاجه. وبتشتغل هنا غيره الحريم يا صديقي. ورين وريري بيمسكوا في بعض. بيرجعوا للمدينه وبتشكر جان دانتي على الامدادات اللي هو اداها لها فبيقول لها ان هي دلوقتي هزمت بطله الشياطين وقدرت كمان تعمل هدنه مع الكائنات السماويه وده هيخلي الارواح والوحوش الاسطوريه ياخدوا بالهم وما يستهونوش بالبشر تاني. وعشان كده هي لازم تعمل تحالف مع قائد اتحاد الجنوب. في نفس الوقت بيروح بطل الوحوش الاسطوريه يقابل بطله الارواح وبطل الوحوش الاسطوريه بيعرفها ان فانيسا والفا اتهزموا والدور جاي عليهم. فبطله الارواح واللي بالمناسبه اسمها كيوكو بتقول له انها ملهاش دعوه باللعبه دي كلها وانها مش هتشترك معاهم. فبيقول لها تمام يبقى لازم نتخلص من النوع بتاعك كله دلوقتي واول واحد هيموت هو انت. وبيبداوا القتال وكيوكو كانت هتخسر قدام راد لكنها بتقدر ترد الضربات وبتحبسه في فقاعه ميه وبتضربه الطياره جوه الغابه. بنفس اللحظه دي بتظهر اللاست رايز وبتحاول تسيطر على كيوكو وتمحيها من العالم بس هي بتقدر تنقذ نفسها وبتتحول لنقط ميه صغيره وبتقع على الارض. نرجع بقى لصاحبنا كاي وفرقته اللي بيكونوا متجهين لاتحاد الجنوب واللي بتبقى مسيطره عليه بطله الارواح وشعبها وبتوديهم ريري في طريق مختصر لكنها بتقول لهم انهم ممكن يقابلوا وحوش اسطوريه في الطريق بتاعهم يعني وكده والوحوش دي تقدر تدمر الجيش بتاعهم بكل سهوله. بتترعب ساكي واشرار لما بيعرفوا بس ريري بتطمنهم وبتقول لهم انها تقدر تقتل الوحوش دي بكل سهوله لو ظهرت. ورين بتكون متضايقه لانها قاعده ورا وريري قاعده قدام جنب كاي فبتعرفها انها قاعده قدام عشان توريهم الطريق مش اكتر وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض طول الطريق. بتحاول جان تحل المشكله بينهم فبتروح تسال ريري هم هياخدوا قد ايه في الطريق فبتعرفها انهم ممكن يقعدوا 3 ايام. فبتقرر انهم يدوروا على مكان يستريحوا فيه فبتقول لها ريري انها عندها المكان ده والمكان ده موجود كمان فيه ميه عشان الجنود يشربوا يعني وكده. بتوافق جان وبيتجهوا بالفعل للمكان وبيقدروا انهم يوصلوا وبيقرر كل انهم هيروحوا الينابيع دي عشان يرخوا اعصابهم ويستعدوا للمعارك اللي جايه. وبيقول كاي انه مش هينزل وهيقعد عشان يحرسهم وبعد ما بيخلصوا بيقعدوا بعد كده وبيتكلموا عن اعاده بناء العالم وبيعرفها كاي ان السيف بتاع سيد مش من صنع البشر وانه يقدر يدمر اي حاجه قدامه وبيسالها على لبس الالف اللي هي لابساه وانه بيستهلك حياتها وبكده بتعرض نفسها كل معركه للموت. فبتقول له انها لازم تعمل كده عشان تحقق حلمها وهي انها تبقى قائده اقوى من ابوها وجدها ومش هتتخلى عن حلمها ده مهما كان الثمن. فبيضطر كاي انه يوافق بس بيقول لها انها لو حست باي ارهاق في اي معركه توقف القتال على طول وما تخاطرش بحياتها. فبتوافق جان وبتبقى فرحانه لانها اخيرا لقت حد ياخد باله منها بس بيكونوا خايفين من اللاست رايز عشان قدر يقتل الفا وقدر كمان يصيب فانيسا والمعلومات اللي عندهم مش كفايه عشان يروحوا يواجهوه. بس بيلاحظ كاي حاجه وهو ان اللاست رايز بيهجم على اي حد بيفتكر البطل سيد وده بسبب ان اكيد عنده قدره بتخليه يقرا افكار الناس. بس فجاه وهم قاعدين بيسمعوا صوت عالي ولما بيروحوا عشان يشوفوا فيه ايه بيلاقوا وحش اسطوري بيهجم على المخيم بتاعهم. بيروح كاي يهجم على الوحش لكن الرصاصه السحريه بتاعته ما بتعملش حاجه وبتهجم عليه فالين من الناحيه الثانيه لكن برضه ما بتعملش اي حاجه. بترمي بعدها قنبله ضوئيه والوحش ما بيكونش
بيكونش شايف حاجه، وكاي بيعرف ان الطلقات السحريه بتاعته ما بتاثرش فيه، وده معناه انه مش وحش عادي. وبيقرروا بعد كده انهم يتراجعوا. بتدي جان امر للمعالجين انهم يعالجوا المصابين، ولما بتعرف ان ده وحش اسطوري بتتفاجئ لانهم لسه موجودين في اراضي الكائنات السماويه، والوحوش الاسطوريه ما ينفعش تبقى موجوده في المناطق دي. وبيقول لهم كاي يهجموا عليه بالصواريخ، لكن للاسف ما بيكونش معاهم، وبيقرروا انهم مش هيتراجعوا ولازم يخلصوا على الوحش ده لانهم هيقابلوا وحوش اقوى في المستقبل. فبتساله جان هم هيعملوا ايه، فبيعرفها كاي ان نقطه ضعف الوحش ده هي العين الثالثه، وبتدي امر المجموعه من الجنود انهم يشتتوا انتباه الوحش ويسحبوا لي المكان اللي موجود فيه كاي. وفالين بتنشر مجموعه من النباتات بتقلل حاسه الشم والاحساس عند الوحش، وبتروح رين تهجم عليه وبتقدر تصيبه في العين الثالثه، والوحش بيفقد السيطره على نفسه وبيروح عشان يهجم على رين، لكن كاي بيتدخل وبيلحقها في الوقت المناسب، ورين بتستخدم تعويذه عشان تنقله في مكان تاني، لكن للاسف بيكون كاي اتجرح في كتفه، وبتزعل رين عشان هي السبب في اصابه كاي، وبتقعد تعيط عشان خلته يحس بالالم، لكن ريري بتقدر انها تعالجه وبتستخدم سحر الشفاء وبتعالج الجرح بتاعه. وبيقرروا انهم يستريحوا عشان يكملوا طريقهم تاني يوم، لكن فجاه وهم نايمين بيسمعوا صوت بينادي عليهم، وبيقرروا تاني يوم انهم يروحوا على المكان ده ويعرفوا مين اللي بيطلع الصوت، وبتكون جان ورين هم كمان سمعوه. ولما بيوصلوا بتعرفهم ريري انها جت المكان ده قبل كده وان البشر كمان هم اللي صنعوه. بيشك كاي ان ده واحد من المقابر الاربعه اللي اتعملت عشان تختم الوحوش، وبيعرفهم ان لها سيف سيد في واحد من الاماكن دي. ولما بيوصلوا بيسمعوا صوت بيطلب منهم انهم يدخلوا، لكن ريري ما بتكونش سامعه حاجه، وبتقرر انها تفضل بره وتحرس المكان. وبيدخلوا لجوه وبيكون المكان شكله زي المقبره، ورين بتحس بطاقه غريبه في المكان وما بتكونش عارفه تحدد هي ايه. بيدخلوا للاوضه اللي جوه وبيلاقوا تمثال حجري، وبيحس كاي انه شاف التمثال ده قبل كده، وفجاه التمثال بيكلمهم وبيشكرهم عشان سمعوا الكلام وجم. بيتوتروا كلهم اول ما بيلاقوا تمثال بيكلمهم، لكنه بيعرفهم انه مش خطر عليهم عشان هو دلوقتي من غير قوه، وبيعرفهم انه جاي من العالم اللي جاي منه كاي، العالم اللي البشر انتصروا فيه في الحرب بين الخمس اعراق، وكان مستني الشخص اللي يقدر ياخد مكان سيد في العالم ده. فبيسالوه هو يبقى مين، فبيعرفهم بنفسه وانه اسمه سولكا، وده كان حاكم الضوء في العالم التاني وهو اللي ادى سيف الضوء لسيد. بيتصدم كاي اول ما بيسمع الكلام لانه كان فاكر ان الحكام دول مجرد اسطوره، فبيعرفوا انه استخدم كل قوته في صنع السيف ده عشان يحمي بيه البشر، وهو دلوقتي من غير اي قوه. وطلبت من كاي يجي لانه هو اللي لقى سيف الضوء في العالم ده، وانه حاول يمنع اعاده تجسيد العالم، لكنه ما كانش يعرف كل التفاصيل بالظبط. واللي عرفه في العالم ده ان اعاده تجسيد العالم سببت تزوير التاريخ ومحت وجود سيد من السجلات التاريخيه. فبتسالها جان اذا كان كل اللي بيعملوه ده في الفاضي وان معاركهم دي كلها مزيفه، فبيقول لها سولكا ان دي ظاهره عكست القدر مش اكتر، لكنها ما اكتملتش عشان كان المفروض يتم محو البشريه، لكنها لسه موجوده، وده يثبت ان التضحيات هي الحاجه الحقيقيه في العالم ده. وبتعرفها ان هي المفروض كانت البطله بتاعه العالم ده، وان كاي المفروض ما كانش يكون موجود، لكن دوره كان مهم في العالم ده لانه قدر يهزم فانيسا. وبتطلب منهم يتعاونوا يهزموا الابطال التانيين ويخلصوا على لاست رايد. فبتسالها جان ايه اللي ممكن يحصل لو خلصوا المهمه دي، فبتقول لها انها ما تعرفش عشان التغيير هيعتمد على مدى الضرر اللي سببه اعاده تجسيد العالم، وان ممكن العالم يرجع لطبيعته مره تانيه او يفضل زي ما هو كده، والحل الوحيد قدامهم انهم يخلصوا على الاعراق التانيه. وبتشكرهم على كل اللي هم عملوه حتى لو ما قدروش يهزموا الابطال التانيين. بيطلعوا لبره وبتكون جان مشتته من اللي اتقال لها وخايفه لا تفشل في المهمه دي، وبتسالهم ريري ايه اللي حصل معاهم جوه، لكنهم بيقرروا يخفوا الموضوع عنها وما بيرضوش يقولوا لها اي حاجه. بيرجعوا للمخيمات بتاعتهم وبتروح ريري ولين عشان يجمعوا شويه اعشاب يعملوا بيهم دواء الفي، وجان بتكون لسه قاعده بتفكر، فبيعرفها كاي انه هيقف جنبها مهما كان الثمن عشان ينهوا الحرب دي. فبتساله جان عن علاقتهم في العالم الثاني، فبيعرفها كاي انهم كانوا اصدقاء طفوله ولما كبروا فضلوا اصحاب، فبتطلب منه جان انه يفضل صديقها في العالم ده برضه. بيطمنها كاي وبيقول لها انه مش هيسيبها، وبترجع رين وريري في الوقت ده وبيكونوا جابوا الاعشاب واللي بيبقى ريحتها وحشه، وبتحضر ريري الدواء عشان كاي يشربه، لكن رين بتكون مش موافقه ان كاي يشرب المشروب ده عشان ريحته بتكون وحشه جدا لدرجه ان ممكن واحد يموت من ريحته بس. فبتقرر ريري انها تشرب من الدواء ده عشان تطمنه، وبالفعل بتشرب وما بيحصلهاش اي حاجه، وبتدي الدواء لكاي وكاي بيشربه على طول، وبيكونوا في طريقهم متجهين لاتحاد الجنوب. وبتطلع ساكي عشان تراقب المكان لكنها بتلاقي هرم كبير، وبيعرف كاي ان دي المقبره اللي كانوا بيتكلموا عنها، وبيقرروا انهم يقفوا. وبيقول لهم كاي ان ده واحد من الاماكن اللي اتعملت زمان عشان تختم الاعراق الاربعه، وبما انهم في اتحاد يولان فالمكان ده هو اللي اتختم فيه جنس الارواح. بس فجاه بيلاقوا نقط ميه بتقع عليهم من السماء، فبتدي جان امر للجنود بالهجوم على طول، لكن الطلقات كانت بتعدي من خلال الاجسام دي وما بتعملش فيها حاجه، فبتديهم جان امر انهم يدخلوا العربيات على طول. وبيوصل في الوقت ده واحده من اتحاد يولان وبتهجم على الكائنات دي بالنار، وبيقدروا انهم يخلصوا على عدد منهم. بتتجمع الكائنات دي في جسم واحد، فبيديهم بامونج رئيس الاتحاد امر بتفجير الكائن ده، وبالفعل بيقدروا انهم يخلصوا عليه. بيروح بعد كده يرحب بيهم، وبيبقى الواضح انه عارف فالين من زمان وبيقعد يتكلم معاهم، فبتسيبه فالين وبتمشي عشان هي عارفه انه رغاي ومش هيبطل كلام، لكن رين بتحذرهم وبتقول لهم ان الكائن ده لسه موجود، وبالفعل بيلاقوهم حاصرهم من كل مكان. بيبداوا الهجوم عليه من كل ناحيه لكن مفيش حاجه بتاثر فيه، فبيقرر
وبيقرر كاي انه يستخدم الطلقات الالفيه اللي معاه، وبيقول لجان تخلي الجنود كلها تستعد عشان يخرجوا مره واحده، وبالفعل بيهجم بالطلقات السحريه اللي معاه وبيقدر انه يفتح لهم طريق يخرجوا منه. ده كاي يا صديقي اللي هيجي له من ظهره او من الوش هياخد فيها ونقول له معلش. وبيقرروا بعد كده انهم يوقفوا من مكان قريب من المقبره، وبيلاقوا هناك نهر كبير، وبيعرفهم بامونج انه بيحقق في الموضوع ده لان النهر ده ما كانش المفروض يكون هنا، فبتعرفهم رين ان ده مش نهر، وبالفعل بيتحرك النهر ده، وبنعرف ان دي بطله الارواح كيوكو، وبتبدا الهجوم عليهم على طول، وبتعمل كره ميه كبيره عشان تهجم بيها عليهم، لكن كاي بيقدر يشقها نصين باستخدام سيفه، وبيبخروا الباقي منها باستخدام النار. لكن كيوكو مش عاديه يا صديقي، وبيبقى عندها قدره استخدام النار هي كمان، وبتهجم بيها عليهم، وكاي بيستخدم السيف مره تانية وبيقدر انه يصد الهجمه. واول ما كيوكو بتشوف السيف بتعرف انه حامل الشفره، وبيستغربوا كلهم لما بيعرفوا ان هي اللي نطقت الكلمه لان الارواح في الاصل ما بتتكلمش، لكن كيوكو كانت عكسهم، وكانت عارفه كمان ان السيف ده ملك للبطل سيد، وبتكون فاكراه كويس. بيسالها كاي اذا كانت تعرفه، فبتقول له ايوه لانه علمها كل حاجه عن البشر، وقال لها كمان عن اعاده بناء العالم مره تانية، وان دي مجرد البدايه بس، ولسه في حاجات كتيره هتحصل. بس فجاه بتظهر اللاست رايز من وراها، وبتروح عشان تخلص عليها عشان هي لسه فاكره سيد، بس قبل ما تمحيها بتقدر كيوكو تهرب من ايديها، وبتهجم هي عليها وبتقدر انها تصيبها، فبتقرر لاست رايز الانسحاب عشان تحمي الجسم المختوم. بتطلب منهم كيوكو انهم يعملوا هدنه عشان تستريح من القتال ده، لكن بامونج ما كانش مصدقها، وكان فاكر ان هي بتكسب وقت عشان تقدر تقاتلهم، لكنها بتعرفه انها ما كانتش عايزه تعمل كده، وافتكرت ان حد بيهجم عليها وهي بتتجدد عشان هي دخلت في قتال قصاد راد وخسرت جزء كبير من قوتها، وكان لاست رايز بيساعده كمان في المعركه دي. فبيسالها كاي اذا كانت تعرف حاجه عن اللاست رايز، فبتقول له كيوكو ان سيد قال لها انها مش من اي عرق، وده بيخليها من اخطر الانواع لانها بتمثل الكراهيه في العالم ده، فبتقتنع جنب كلامها عشان اللاست رايز ما يهاجمهمش هم لوحدهم، ده هاجم فانيسا والفا كمان قدامهم، وعشان كده بتوافق تعمل معاها هدنه، وبيضطر بامونج انه يوافق، وبتقول لهم كيوكو بعد كده انها هتروح للهرم ده عشان ده اول مكان قابلت فيه اللاست رايز، وده بعد ما سيد مشى وسابها، وكانوا كلهم كارهين فكره وجوده ما عدا رات الوحيد اللي كان موافق عليه عشان كان عايز يشوف النتيجه لو البشر خسروا في الحرب دي. وبيقرر كاي كمان انه هيدخل معاها، وبالفعل بياخدهم لمدخل المقبره، ودي كانت نفس المقبره اللي هو بيراقبها، وبيقرروا انهم يدخلوا، بس رين بتبقى حاسه بحاجه غريبه. بيدخلوا وبيوديهم كاي للمكان اللي لقى فيه السيف، بس فجاه السيف بيفعل قوته، وبيسمعوا صوت سيد في المكان، وبيعتذر منهم عشان ما قدرش يحمي رين، وبيطلب منهم يروحوا لمكان غريب، وفجاه بيمتد ضوء من السيف وبتتفتح بوابه سحريه، وبياخدهم للمكان اللي كاي لقى فيه رين مربوطه. بيطلبوا من كاي يشرح لهم ايه اللي حصل، فبيعرفهم ان هو كمان مش عارف حاجه، وان هو اتنقل للمكان ده قبل كده برضه، بس كيوكو بتكون حاسه بطاقه سحريه كبيره، وبيقرروا انهم يروحوا ناحيتها، ولما بيوصلوا بيلاقوا تمثال حجر الالفا، ولما ريري بتلمسه بتحس بالسحر بتاعه، وده معناه انه استخدم عليه سحر التحجير. بيروح بامونج عشان يكسره، لكن ريري بتمنعه وبتقول له انه ما ينفعش يعمل كده. بتروح كيوكو تلمس التمثال، وبتبقى عايزه تعرف هو بيشتغل ازاي، وبتعرف ان الفا متجمد من بره بس ومش متحجر ولا حاجه، بس بيلاقوا لاست رايز ظهرت تاني، وبتبقى مبرمجه تقتل اي حد بيتدخل في عمليه اعاده بناء العالم، وبنعرف ان هي زي نظام معمول عشان يقتل اي حد يحاول يعترض. بيستعدوا كلهم عشان يهجموا عليها، لكنها بتقرر ما تدخلش في قتال قصاد الناس اللي مش فاكره سيد، وبتبعت الاربعه اللي مش فاكرين حاجه، وبتسيب كاي ورين وكيوكو. بتبدا كيوكو في الهجوم عليها، لكنها بتقدر تلغي السحر بتاعها. بيروح كاي بعد كده يهجم عليها بالسيف، لكنه برضه ما بيأثرش فيها، ورين بتكون خايفه ومش قادره تتحرك، بس في نفس الوقت عايزه تقتل جنب كاي. بتروح كيوكو وبتشحن قوتها منها، وبتستعمل سحرها وبتجمد اللاست رايز في مكعب تليجي، وبتدمره بعد كده ل100 حته، لكنها بتقدر تجدد نفسها مره تانية، وبيكتشفوا انها بتتجدد بس وهي في العالم البديل ده، وما بتقدرش تعمل كده وهي في العالم التاني، فبيقرروا انهم يخرجوها من المكان. وبتروح كيوكو تاخد الفا، وده بيخلي لاست رايز تفقد السيطره. بتروح لاست رايز تجري وراهم، فبتهجم عليها كيوكو باستخدام سحر النار. بتصد لاست رايز الهجمه وبتردها عليهم. بيحاول كاي انه يصدها وبيفتح بوابه للعالم التاني، وبيقدروا كلهم يخرجوا منه. وبتهجم عليها كيوكو باستخدام سحر الرعد بتاعها، وبتحولها لرماد. في الوقت ده ريري كان بتعمل طلقات سحريه عشان ساكي واشران يقدروا يساعدوهم، بس فجاه بيحصل زلزال وبيسمعوا صوت غريب. بيطلعوا لبره وبيلاقوا لاست رايز جديد ظهرت من المقبره، واللي بيبقى واضح انها اقوى بكتير من اللي قبلها. وبتفتكر رين اللي حصل في الماضي، وان ده نفس الكائن اللي هجم عليها هي والبطل سيد، وهو كان بيحاول انه يحميها لكنه ما بيقدرش، وعشان كده هي كانت محبوسه. بس المره دي غير المره اللي فاتت عشان كاي وكيوكو كانوا معاها. بتروح كيوكو تهجم عليها، بس لاست رايز بتصد الهجمه وبتحبسها في مكان ضلمه. بتحاول كيوكو انها تفجر نفسها وتاخد لاست رايز معاها، بس ما بيحصلهاش اي حاجه وبتقدر انها تتفادى الهجمه وبتتحول لشكل جديد. بيحاول كاي ورين في الوقت ده انهم يهربوا منها، بس هي بتبقى سريعه جدا وبتقدر تمسك رين، وبتبقى عايزه تخلص على رين عشان عندها قدره تخليها تلغي اعاده بناء العالم. بس رين بتستخدم سحر البرق وبتقدر انها تفلت منها،
منها، وبيروح كاي عشان ينقذها وبيعمل هجمات متتاليه، بس الدرع اللي لاسترايز لابسه بيقدر انه يصد الهجمه، وبيروح بالين وبامونج كمان عشان يساعدوهم، لكن برضه مفيش اي حاجه بتاثر فيها. وبتقرر جان انها تستخدم السهم اللي ريري عملته، بس ريري ما بتكونش عملت غير سهم واحد، وده معناه ان معاهم فرصه واحده. بتهجم جان عليها وبتقدر بالفعل انها تصيبها، والسهم بيخترق الدرع وبيمتص كل الحراره اللي موجوده في المنطقه وبينفجر في جسمها، وبيقدروا انهم يوقعوها، وبيبقوا فاكرين كده انهم خلصوا عليها. بس لاسترايز بتقول شويه تعويذ غريبه وبتتفتح بوابه كبيره مره تانيه، وبيحصل نفس اللي حصل في العالم اللي كان موجود فيه كاي، ودي بتبقى المرحله التانيه من اعاده بناء العالم، ومحدش بيكون عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. وبينزل بعد كده سيف كبير من السماء، وبيظهر البطل سيد، وراد بيعرف اللي حصل وبيقرر انه ينقذ جنس الوحوش باي طريقه. في الوقت ده كاي بيعرف ان دي نسخه متقلده من البطل سيد، فبيروح على طول عشان يهجم عليها، ورين بتستخدم سحر البرق بتاعها كمان، لكن فجاه بتتفتح بوابه سودا وبتنفي رين من العالم ده. بيروح كاي يهجم عليه وبيطلب منه انه يرجعها، لكنه بيهجم عليه وبيوقعه على الارض. بيبقى كاي ما عادش قادر، بيفتكر التدريبات اللي عملها في الماضي وقد ايه هو تعب عشان لحظه زي دي. بيقوم يقف على رجله مره تانيه وبيهجم عليه هجمه من قوتها بتعمل شق في السماء. في نفس الوقت بتبقى رين محبوسه في نفس المكان اللي كاي انقذها منه. في المره الاولى ما كانش عندها حاجه تعيش عشانها، لكن المره دي هي عايزه تعيش مع كاي، وبتقرر انها ما تستسلمش وبتقدر انها تكسر القيود، وبترجع مره تانيه للعالم التاني، وبتقول لكاي انها مش هتسيبه وهتدافع عنه مهما كان الثمن. وبيهجم عليه كاي بعد كده برصاصه الالف، وبيقدر انه يكسر السيف بتاعه، وبيروح يهجم عليه هجمه تانيه، فبيخرج اللاسترايز دراعه عشان يقدر يصد الهجمه، وبيروح يهجم عليه من ورا وبيبعده عنه، وبتحدف له بعد كده رين السيف بتاعه. بيحاول اللاسترايز ياخده منه، بس كاي بيقول له ده عند امك يالا، وبيفعل كل قوته وبيقدر انه يشق نصين. اللي بعده يا هنايا ساعده، وبتفعل رين قوتها وبتقدر انها تلغي اعاده بناء العالم، وكاي بيغمى عليه وبيفتكر كل اللي حصل معاه في الماضي، وشاف نفس المكان اللي وقع منه، وظهرت رين قدامه لما حاول ياخد السيف. بيفوق بعد كده وبيلاقي رين بتحضنه، وبتقول له انها كانت خايفه ما يفوقش تاني، وانها ما كانتش هتسامح نفسها عشان هي الوحيد اللي حبته في العالم ده وعايزه تفضل جنبه على طول، وبتبقى خلاص هتعبر له عن حبها، بس بتروح ريري تزقها، وبيعرفوا انه كان مغمى عليه لمده 3 ايام، وده بعد ما هزم اللاسترايز وقدر يرجع كل حاجه لطبيعتها مره تانيه. وبعد كده بيفضلوا يتخانقوا مع رين عشان اللي هي كانت ناويه تعمله. بيروحوا بعد كده للمقبره، وبتكون كويوكو لسه عايشه بعد الانفجار ده عشان قدرت تفصل نواتها عن جسمها، ومش هتقدر ترجع لطبيعتها مره تانيه اللي بعد 30 سنه، وبتقرر انها تكمل في الهدنه مع البشر في المده دي. وبيحطوا الفا وسط المقبره دي، وبتطلب ريري منهم انهم يحافظوا عليها، فبيعرفها الاتحاد انهم هيمنعوا اي دخول للمقبره. بيبقى سولكا في الوقت ده مبسوط انهم قدروا يوقفوا المرحله الثانيه، لكنهم ما قدروش يهزموا غير واحده بس من اللاسترايز، وقوه رين هتفضل تزيد عن الاول عشان دي كانت عقبه من ضمن عقبات كتير، بس هي مش عارفه ازاي كاي ورين هيقدروا يقاوموا نفس المصير، وبتستعيد جزء من قوتها وبيبدا التمثال بتاعها يتكسر. في الوقت ده كاي ورين بيستعدوا عشان يكملوا رحلتهم، وبيقرر انه هيكمل الطريق اللي بدأه وياخد مكان البطل سيد في العالم ده ويخلص الحرب دي. وبتقرر رين انها هتفضل معاه كمان. ولحد كده بيخلص الانمي بتاعنا يا صديقي. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، وما تنساش كمان تكتب لي رايك في الكومنتات. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.